تم صباح يوم الجمعة 12 غشت 2016 افتتاح المسبح التابع للمركز السوسيو-رياضي للقرب ببرشيد بحضور رئيس المجلس الجماعي لبرشيد ومدير مديرية الشباب والرياضة بإقليم برشيد وباشا المدينة وقائد المقاطعة الأولى ببرشيد. الآن نحن بصدد افتتاح المسبح التابع للمركز السوسيو-رياضي للقرب، واللي هو مسبح مفتوح للعموم بواحد السومة رمزية لا تتجاوز 20 درهم. وكان الافتتاح جاء بعد الأمر ديال السيد العامل مشكورا، واللي من خلال هذا الأمر تم الاجتماع مع رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الإقليمي تحت إشراف السيد الكاتب العام لخلق ظروف إعادة افتتاح المسبح لفائدة ساكنة وشباب مدينة برشيد. وبعد مجموعة من الاجتماعات اللي شرفت عليها السلطات المحلية تحت إشراف السيد الباشا، وبحضور دائما رئيس المجلس البلدي والمديرية الإقليمية للشبورة، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لإعادة الفتح ديال هذا المسبح، واللي كان الداعم الأول فيها هو المجلس البلدي لبرشيد، واللي تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات إدارية ولوجستيكية باش نتمكنوا أن هذا المشروع يخرج لحيز الوجود من جديد. وهذه مناسبة لأن هذا هذا المسبح هذا غادي يكون كل سنة إن شاء الله، من المنتظر أن يكون كل سنة في حلة جديدة، على اعتبار أن مجموعة من التوصيات خرجنا بها مع المجلس البلدي والسلطات المحلية لتحسين ظروف استقبال ساكنة المدينة. والآن اليوم الأول من الافتتاح ديال المسبح، وإن جاء متأخرا شيئا ما نظرا لأن دخلنا شوية في الأيام ديال الصيف، ولكن السنة المقبلة إن شاء الله الإجراءات غادي تتخذ من شهر 4 على أساس أنه يتفتح في بداية الموسم الصيفي بظروف جيدة اللي غادي تواجد فيه إن شاء الله واحد المجموعة من الدعامات. أولا الدوشات والحمامات، ثاني حاجة غادي يكون واحد المقصف صغير جدا لفائدة المستفيدين، كذلك غادي يكون بعض المرافق اللي هي مهمة، كذلك سيتم جعل المسبح مستقل 100% على المركز السوسيو-رياضي ليصبح منشأة عمومية مستقلة بذاتها في التدبير وفي التسيير. وهذه مناسبة باش نشكر السيد العامل على التدخل ديالو، وكذلك السيد رئيس المجلس رئيس المجلس الإقليمي على مواكبته توا كذلك لهذا المشروع، والسيد رئيس المجلس البلدي على تدخله الداعم والأساسي في إعادة الفتح. كما نشكر السيد الباشا المحترم اللي ما بخلش علينا يوميا التتبع ديالو والمواكبة ديالو لفتح المشروع. وكنوجهوا نداء الأبناء وأطفال وشباب مدينة برشيد أنهم يجيوا لهذا المركز ويستافدوا منه بواحد السومة هي مبسطة ديال 20 درهم، وغادي هاد 20 درهم هي غادي تصرف لفائدة المركز بطريقة توافقية مع المتدخلين في العملية. وفي نفس الوقت كنطلبوا منهم يحافظوا على هاد المنشأة العمومية اللي هي في الأصل ديالتهم واليوم. الداعم الأول والأساسي في إعادة افتتاح هذا المسبح فهو المجلس الجماعي لبرشيد، حيث أصبح مفتوح في وجه العموم بسومة رمزية لا تتجاوز 20 درهما.